السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة أسيل وأسينات. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصلى الله على سيدنا محمد في الآخرين، وصلى الله على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على من ولد يتيما وكان له شأنا عظيما وجاءنا بالإسلام دينا، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أيها الأخوة الأحباب، لا تنسونا بتشجيعكم بلايك. ومعانا الحاج صلاح النهارده هيكلمنا ويكمل لنا درس اليوم، فليتفضل الحاج صلاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. العالم في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده بيرفعوا في أسعار الأشياء وبيعتبروها فرصة أو بيعتبروها حاجة، يقول لك أهو مكسب. بيحتكر الأشياء والسلع ويخزنوها في المخازن، بعد كده يبيعوها بأسعار أعلى. أي، والكلام ده الدين الإسلامي بيرفض الكلام ده، لأن ده الاحتكار محرم في الدين الإسلامي، اللي هو احتكار السلع. احتكار السلع. فعن سيدنا عمر رضي الله عنه وهو ماسك أميرا للمؤمنين، رضي الله عنه وأرضاه، طالع من باب المسجد بعد صلاة الفجر، لقى فيه طعام محطوط على يمين الطريق وعلى شماله، محطوط كده للي ياكل يعني ببلاش. فلما شاف المنظر ده قال: ما هذا؟ الناس اللي واقفة قالوا: طعام جلد. فسيدنا عمر لما قال: بارك الله فيه، أي في الطعام وفي من جلبه. الناس اللي واقفة بقى وقاعدة وعارفة الحقيقة أي قالوا: يا أمير المؤمنين، إنه محتكر، أي الطعام جاي عن طريق الاحتكار في البيع والشراء. قالوا: من احتكر؟ قالوا: فلان اسمه فاروق مولى عثمان، وفلان مولى عمر. يعني مش رايحين لبعيد، الناس اللي هي كانت الموالي بتوعكم دول كانوا عبيد عندكم وانتوا أي اعتقتوه، أي هم اللي بيحتكروا. هم اللي بيحتكروا. فطلب ابعت لهم سيدنا عمر، دول اتنين. فسيدنا عمر قال: ما حملكما على هذا؟ أي الاحتكار يعني. أي قالوا: نشتري بأموالنا ونبيع. قال: ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عليه الصلاة والسلام: من احتكر ضربه الله بإفلاس أو بجزاء. بإفلاس أو بجزام، اللي أو هو بجزاء. سيء الأسقاء. فواحد منهم خد عهد على نفسه إنه لا يعود للكلام ده تاني، أي والتاني غاب مصر على ما في دماغه، قال: نشتري بأموالنا ونبيع. مم. الناس المعاصرة لهذا الحدث أي أقسموا بالله إن الراجل اللي تاني ماشي على ما هو في دماغه أي أفلس بالكلية، أي يعني راح المكسب والرأس مال. راح كل حاجة. وضربه الله بجزام في جسده، مرض في يعني جسده. خد لي الاتنين، أي. بالإفلاس والجزاء. فإحنا بننصح الناس جميعا اللي هي بتحتكر اللي هم التجار، بتحتكر الأسعار اللي دي، بيخزن زيت، بيخزن سكر، بيخزن دقيق، وبتعتبرها بيخزن. إنها فرصة، بيقول لك دي تجارة، دي التجارة شطارة والكلام ده كله. لا، الدين أي الإسلامي بيرفض كل الكلام ده هو. أي وإحنا شرحنا لكم ما نتج عن ذلك. يبقى الرجوع إلى الله هو خير الرجوع إلى وسيلة. الله. وبعدين العالم تبيع أي الحاجة من دول بما يرضي الله. ثمنها 5 قروش، أي يبقى أنا أبيعها ب6، مش أيوه أبيعها بأضعاف المضاعفات وأقول لا أيوه. دي تجارة. ده بيخزن ب1000 يبيع ب3. أي، زي مثلا عملية البصل، تبص تلاقيه امم كوموا على راس الغيط والفدان بيجيب 30 طن، أي عاوز يبيع الكيلو ب30 جنيه.
اي كأن البيع الكيلو ب 30 جنيه، عاوز الفدان بيجيب 30 طن في 30، يبقى كأنه عاوز يبيع الفدان البصل ب 900,000 جنيه. اي يزرعه 3 4 شهور، اي ها، يبيعه ب 900,000 جنيه، يشتري مطرحه ملك. هل الكلام اي ده وارد فين؟ جابوا الكلام ده منين اللي هم عاملينه الناس دي؟ احتكار في السلع فده واحتكار في كل احتكار في حاجة. السلع، وعاوزين الناس تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. وتعتمد على الله، ما تزودش في الأسعار. وصلى اللهم على سيدنا محمد محمد وعلى وعلى آله آله وصحبه وصحبه وسلم. وسلم. إيه. الحاج صلاح النهارده كلمنا عن الاحتكار، على الناس اللي بتخزن السلع وبتبيعها بسعر أغلى للمسلمين، وده اللي احنا شايفينه في حياتنا اليومية. اللي بيخزن سكر، بيخزن دقيق، بيخزن ملح، بيخزن زيت، بيخزن الأشياء والمتطلبات اللي بيعوزها البيت، علشان تاني يوم هتغلى، وتالت يوم هتغلى، ورابع يوم هتغلى، وكل واحد يزود. وأصبحنا اليوم نرى هذه الأسعار، وكلنا بنشتكي من رفع الأسعار كل يوم. فلا بد لنا من الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وأن نتقوا الله فيما بيننا، وأن يحب المسلم أخاه ولا يفتري على أخاه، وأن نكون كالجسد الواحد في هذه الحياة الدنيا. فلا يجب أن يظلم المسلم أخاه المسلم، ولا المصري أخاه المصري، فإننا كلنا نتكاتف من أجل هذه البلد، وفي النهاية كلنا نشتكي من الأسعار وارتفاعها. فلا بد لنا جميعا أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى ونتوب إليه، ونسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبرنا عن الاحتكار. والحاج صلاح النهاردة ادانا معلومة كبيرة يا جماعة بينصح بها التجار وجميع من يأخذ حذو هذا التجار في تخزين السلع. حتى الحديد نفسه بيخزنوه، والرمل والزلط، وكلنا شفنا هذه الأسعار، وبنسمع أسعار خرافية وأسعار تخلي الواحد يشد في شعره يا جماعة. فكلنا عايزين نتقوا الله سبحانه وتعالى، ونرجع إلى الله سبحانه وتعالى، وصلى اللهم على ونقول لا سيدنا إله إلا الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه.